اهلا بيكم في عالم امريكان سايكو المجنون والمرعب. I know my, Hey, Paul! I had to kill a lot of people! للي ما شافش الفيلم، فيلم امريكان سايكو بيتكلم عن واحد سايكوبات مش بيجيله نوم الا ما يقتل حد، والفيلم متميز من نوعه لانه رعب ساخر، والنوع ده مش موجود كتير. خلينا ندخل على رمزيات الفيلم. فيلم امريكان سايكو شبه فيلم رجعناه زمان كان اسمه امريكان بيوتي. الاتنين في رمزياتهم بيتكلموا عن الشعب الامريكي او الدولة الامريكية. هتلاقي شرح فيلم امريكان بيوتي في الوصف تحت وبشوفه. انا هنا بتكلم اللي شافوا الفيلم. فاللي شافوا الفيلم لاحظوا حاجة غريبة، ان باتريك دايما بيتكلم عن حقوق الانسان وحقوق المرأة وازاي نتعايش مع بعض، والشخص اللي بيتكلم عن الحياة النبيلة ده هو اللي ما يعرفش ينام الا ما يقتل حد، وشخص سادي جدا. باتريك بيرمز لامريكا، اكتر دولة بتتكلم عن حقوق الانسان وحقوق المرأة وازاي نتعايش مع بعض، وهي في نفس الوقت هي اكتر الدول دموية واكتر دول خاضت حروب في التاريخ. لو انها تاريخها قصير، امريكا تأسست سنة 1776، يعني كلها على بعضها 300 سنة، وزي ما قلت هي اكتر دولة خاضت حروب في التاريخ. فباتريك بيجسد الولايات المتحدة الامريكية. ده كان الخط الرمزي ونركنه على جنب خالص دلوقتي، وخلينا في الفيلم ذات نفسه. الفيلم عجيب، بعد ما تخلصوا انت مش عارف هو قاتل ولا كان بيتهيأ. الجمهور من ساعة ما الفيلم ده اتعمل هو بيتخانق هو قاتل ولا مش قاتل، لكن في الحقيقة ان المخرجة اكدت كذا مرة، واخرهم كان لقاء في 2009 ان هو قتل كل الضحايا دي فعلا. لو تفتكر باتريك بعد ما قتل الست اللي كانت بتدافع عن القطة، وطول الليل كان بيحاول يهرب من الشرطة لحد ما اتصل بالمحامي، ومن هنا بتبتدي اللخبطة كلها. شقة بول اللي كانت مليانة بالجثث اختفت، ان الشقة بتاعت نيويورك ما اتعوضش تاني لانها في موقع متميز جدا. المحامي كلم صاحب العقار، ومن هنا اختفت كل الجثث. وبيأكد كلامي الست السمسارة اللي كانت هناك، كان كلامها مع باتريك غريب جدا. انت اللي جاي تتفرج الساعة 2؟ لا مش انا، لا انا. شفت الاعلان في مجلة التايم؟ لها لا، بعد كده ايوه. والسمسارة قالت له ان احنا ما نزلناش اعلان في مجلة التايم، وامشي وما تعملش مشاكل. حوار غريب جدا بيأكد النظرية دي. حتى لما قابل المحامي بعد كده واستعبط عليه نداه باسم تاني، ولما باتريك سأله على بول اللي هو اساسا قتله، قال له كان بيتعشى معاه في لندن وكان بيحاول يهرب منه باي طريقه كمان. لكن في بعض الاشياء باتريك كان بيتخيلها فعلا، زي ما كان واقف قدام البنك والمكنه كتبت له اكل القطه. لكن انا بالنسبه لي ان اهم حاجه في الفيلم هو الخط الرمزي، ان باتريك بيمثل الولايات المتحده الامريكيه. تقييم الفيلم امريكان سايكو 8.5 من 10. اراكم في الحلقه القادمه.